مساء الخير. معرض الكتاب الدولي 2023 الحقيقة دي تاني مشاركة ليا في معرض الكتاب، بس المرة دي وانا عضو رسمي من اعضاء الجي نيوز. طب احنا كجي نيوز بنعمل ايه بقى هناك؟ بالاتفاق مع مؤسسة اليابان احنا كجي نيوز بنقف عشان ننظم لهم البوث بتاعهم هناك. فتعالوا نشوف اليوم بيمشي ازاي، وبالمرة هحكي لكم عن مؤسسة اليابان. مؤسسة اليابان هي هدفها نشر الثقافة اليابانية في مصر، والكتب اللي موجودة للعرض فقط وهي نموذج للكتب اللي موجودة في مكتبة مؤسسة اليابان، وبالتالي موجود كل الكتب اللي ممكن تتخيلوها، سواء كتب تعليمية أو روايات مترجمة للعربي، وحتى في مانجا ياباني وإنجليش للأوتاكوز. ومن فترة للتانية بيعملوا أنشطة يابانية زي فن تنسيق الزهور أو حفلات شرب الشاي، وحتى ورش فن تعليم الأوريجامي. وهناك حد مسؤول من المؤسسة كان بيشرف علينا وبيعلمنا ازاي نعمل أوريجامي للناس. وكمان كنا بنكتب أسماء الناس اللي بتجيلنا بالياباني، وطبعا أسماء جيرانهم وولاد الجيران علشان ما يزعلوش. بس بجد على قد ما اليوم بيبقى مرهق، على قد ما هو بيبقى ممتع، وبرجع منه مبسوطة عشان بقابلكم وبقابل أكبر عدد من الناس المهتمة بالثقافة اليابانية. وبس كده، باي.